السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. معاكم هدير من قناة بنت من البنات. انا رجعت لكم النهارده بطقم السيراميك بتاعي بناء على طلب صديقة ليا في القناة. حبت لما انا قلت في المشتريات المطبخ ان انا عندي طقم السيراميك، فطلبت مني ان انا اصوره لها في اقرب وقت عشان يعني تعرف القطع بتاعته. فانا قلت ان انا اصوره يعني على طول علشان تستفيد منه او حاجة. ويعني ده اقل حاجة لو حد طلب مني ان انا اصور له حاجة، يعني ده اقل حاجه ان انا ممكن اعملها. وانا بشكرها جدا وبشكركم، ومش بس هي، انا بشكر كل المتابعين يعني اللي بيتابعوني من اول ما فتحت القناه، ربنا يخليهم. وميرسي جدا جدا على الكلام الذوق اللي انتوا بتبعتوه لي. والله انا بجد كذا مره ببقى كان نفسي اشكركم، فجت الفرصه اهي علشان اشكركم واقول لكم شكرا شكرا. يعني مش عايزه اقول لكم والله انا مكسوفه، مش عارفه اقول لكم ايه كمان. ربنا يخليكم. يعني انا لما فتحت القناه فكرتش ان حد هيشوفني اصلا، فكرت ان انا واختي اللي هنتفرج على القناه. بس ربنا يخليكم بجد وحياة ربنا. انتوا من ساعه ما فتحت القناه وبتبعتوا لي كلام في منتهى الذوق والرقه. انا بشكركم من كل قلبي، حتى اللي بيبعت لي حاجات سلبيه والله انا برد، ما بزعلش، عادي خالص. يعني لولا اختلاف الاذواق. فبس بصراحه يعني انا حبيت اشكركم واقول لكم ان انا يعني متشكره جدا 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 لكل الكلام الحلو اللي انتوا بتكتبوه لي، ومرسوق جدا جدا لذوقكم. فنخش بقى في الطقم عشان ما ارغيش، عشان انا رغايه. هو الطقم ده تركي، اسمه كده. اسمه حاجه كده. بس ده اسم الماركه بتاعته، كمان ده اسم علامه كده موجوده عليه. هو الطقم ده بيتكون من 4 حلل، وطاسه وقارب وصينيه. هو 11 قطعه. على فكرة في اللي هو الطقم اللي بيتكون من 4 حلل وطاسة. بس أنا حبيت أجيب الصينية والقالب، يعني حسيتهم في الطقم أرخص على فكرة، وأنت هتجيبيهم أرخص. أنا حبيت أجرب بصراحة الصواني السيراميك. فقلت لو انا اشتريتها من بره اقل صينيه هتلاقيها ب 200 جنيه، ودلوقتي تلاقي تعدي اكتر. فلو انت حابه تجربي زي الصواني السيراميك هاتيها في الطقم، هتلاقيها اوفر، وهتبقى يعني شكلها حلو، وكمان مع الطقم بتاعك هتبقى شكلها في منتهى الشياكه. انما انت لو حابه تحبيه في منه اللي هو بالطاسه بس من غير الصينيه والقرف، بس انا حبيت اجربهم بصراحه. هو الطقم ده فيه منه 3 الوان، اللي هو انا اللبني واللون الاحمر واللون، تعالى يا حاج، واللون ده اللي هو البينك ده. صراحة ربنا انا جايبه اللبني، بس للامانه كان نفسي اجيب اللون ده قوي قوي قوي، بس للامانه ما لقيتش منه. يعني انا الطقم ده جايباه اخر طقم، اللي هو كان معروض اصلا للناس في المحل، كان اخر طقم. فانا خدته، ما كانش فيه الا اللون اللبني، بس الصراحه كان نفسي اجيب اللون ده قوي. يعني مش هقول لكم ان انا بحب اللبني ولوني المفضل فجبت اللبن، لا الصراحه كان نفسي اجيب اللون ده. بس ما لقيتش بصراحه، ما لقيتش الا اللون اللبني. بس اللبن حلو يعني، بصبر نفسي، بس هو الامانه يعني كان نفسي اجيب اللون ده قوي قوي، يعني ما علينا بقى نصيب. بس هقول لكم اسمه تاني. هو ده اسم الماركه بتاعته. حلو برضك على فكره، والحله بتاعته جميله وتقيله، الحله كانها شايله 5 حلل، كانك شايله 5 حلل، تقيله جدا. انا هوريه لكم كمان، هنطلعاه. ده شكله، ده اكبر حله فيه. ودي الحله اللي بعدها، ودي الحله، وهذه النمنومه الصغنططه و... والطاسه والقارب والصينيه. همسك بقى كل قطعة قطعة بالتفاصيل عشان حبيبتي تستفيد. هو سطح الطاسة ده مش أملس كده، مفيش كلهم فيهم المربعات ده ما عدا القارب، هوريهولك برضك. يعني شوفي سمك الطاسة قد ايه جميلة والله، وتقيلة جدا وواسعة. هقول لك كمان بتاخد قد ايه، يعني متهيألي دي تاخد كيلو مثلا. شاورما، كبدة، أي حاجة انت حباها. الطاسة واسعة وكبيرة وتقيلة. كمان هقول لك ايه اللي مكتوب عليها من ورا بس. معلش اصلها تقيله. بصوا، هي مقاسها 24 وبتشيل 2.3 من 10. فحلوه قوي قوي بصراحه والله، وتقيله جدا. يعني في منتهى الجمال. دي اول قطعه. تاني قطعه اللي هو القارب ده بقى الوحيد الاملس، ما فيهوش المربعات دي. جميل جميل وسعته حلوه قوي قوي. انا بحب على فكره القوارب اكتر من الصواني، معرفش، انا بحس براحه نفسيه كده للقوارب. بس ده هقول لكم كمان سعته قد ايه. وده اسم الماركة برضك. هو ده 22 في 30، وبيشيل 3.5 لتر. حلو قوي 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 جميل. انا بحبيت القوارب جدا جدا، انبسطت لما لقيت فيه قارب. انا كنت مفكرة فيه صينية بس طلع فيه قارب كمان. حلو قوي.
دي تاني قطعة. تالت قطعة بقى هذه الصينية المقنططة صغنططة كده وجميلة. صينية حلوة قوي قوي، ويعني بحسها كده تحس ان هي عايزة كيكة اسفنجية، حاجات رقيقة كده وطعمة حلوة قوي قوي. والحرف بتاعها بصوا قد ايه عالي جدا جدا، عشان كده بقول لك كيكة اسفنجية. بص يا جماعة اقول لكم ايه. دي مقاسها 24 وبتشيل 3 و10 لتر تقريبا، قد الطاسة. يعني هي في طاسة وهي فيها التضليعات دي، كلهم فيهم التضليعات دي ما عدا القارب. دي تالت قطعة. نشيلها بس كده عشان اعرف اعرضها لكم كلكم. نخش بقى على الحلل. نشيل بس نشيل الغطا اللي انا وريته لكم في الاول، بس الغطا السليستين ده فضيحة اصلا. دي بقى انا مسميها حلة العزومات، يعني شوفوا قد ايه كبيرة، كبيرة جدا جدا، وبرضك فيها التضليعات دي وتقيلة. يعني مش عايزة اقول لك تقيلة يعني ما تعرفيش يعني مش عارفة اشيلها وانا بصور. تقيلة جميلة جميلة بصراحة ربنا. وعايزة بقى الحاجات الكتيرة بقى، عايزة العزومات، المحاشي، الجو ده بقى بتاعنا ده. دي مقاسها 28 وبتاخد 55 لتر. 55 لتر 5.50 لتر، ده متخيل 55 لتر دي تبقى قد ايه؟ دي حلوه قوي قوي. دي اكبر حله في الطقم وما شاء الله عملاقه كده. بقول لك دي حله عزومات. تاني حله نودي هذه ونشيل الغطا برضك. الغطا اللذيذ بس اللاستيك. تالي حله دي متهيألي بقى ايه اكتر حله هتستخدميها. حله بقى اللي هي الحله اللي هي ايه بتاعه الطبيخ اليوم والحاجات دي ساعتها حلوه قوي ولطيفه كده، وطبيخ بقى والجو ده بتاعنا حلو قوي. دي برضك بتشيل كام؟ دي مقاسها 24 وبتشيل 5.2 لتر. حلوة قوي قوي. دي بقول لك دي متهيألي اكتر حله هنستخدمها يعني كبنات وكده. في الاول حله صغنططه كده وجميله. دي تاني حله نوديها مكانها، نشيل الغطا ونجيب تالت حل. ودي بردك متهيألي هتستخدميها بردك كتير، وما دول اكتر حلتين متهيألي هتستخدموه. متهيألي او انا يعني انا بحكم على الناس ليه انا يعني. بردك دي حلوه قوي قوي. بردك متهيألي دي تاخد كيلو رز مثلا. حلوه قوي جميله. دي بردك هقول لكم مقاسها كام. دي مقاسها 20. استنوا 20 وبتشيل كام؟ 2.65. مش عارفة مش باينة هنا ليه عشان هي صغننة كده. بس هي مقاسها 20 وبتشيل 2.65، يعني 3 لتر تقريبا. فانا بقول لكم انها حلوه وجميله، يعني دول متهيألي اكتر حلتين هتستخدميهم دي ودي. فايه نشيلها هذه، نجيب بقى اصغر حله بقى، حله الفرد الواحد اللي جايه دي. نشيل برضو الغطا. بسم الله الرحمن الرحيم. دي حله بقى ايه؟ طبق ملوخيه حاجه صغننه كده في الحله دي. دي حله صغنططه قوي بصوا قد ايه، وهقول لكم برضك بتشيل قد ايه. هي مقاسها عموما 18. 18 وبتشيل 32 2.30 لتر. انا مش عارفه ايه حكايه فاصله 30 لتر دي، معرفش بس ما علينا. بس انا متهيألي دي ايه حاجات ايه الصغننه دي، يعني ملوخيه بتاع حاجات في النمنيمه دي بتاعت الحاجات الصغيره. على فكره يا جماعه اللزقه دي بتتشال، هي ايديها سلستين. بصوا ايديها سلستين، بس مش عايزه اشيل اللزقه صراحه. هي حلوه قوي قوي. هم دول القطع بتاعت الطقم. اوريكم بردك الحاله التاني اهو. انا شايله بقى الغطا. بصوا دول كده، وهذه الحله العملاقه. اقول لكم بقى سعر الطقم. هو سعر انا كنت جايباه قريب على فكره، يعني اقل من شهر، وانا كنت تقريبا هتلاقيه بنفس السعر. هو 2100. انا كنت جايباه ب 2100 تقريبا. هو على فكره لو انت هتجيبيه من غير القارب والطاق والصينيه هتلاقيه قل شويه. بس انا يعني لو انت حابه تجربيه ما تشتريش الصواني فرداني، هتكلفك، فاشتريهم في الطقم. ان شاء الله يكون الطقم حبيبتي استفادت منه ويكون عجبها. وان شاء الله تلاقي نفس السعر، لان انا جايبه من قريب بقول لك اقل من شهر يعني. يا رب تكونوا استفدتوا كده وقلت حاجه يجوز تفيد اي واحده فيكم. فان شاء الله استنوني في فيديوهات تانية، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.